بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بيكم في قناة كل يوم بداية جديدة. النهاردة فيديو بسيط وبس. قبل ما ابدأ الفيديو معايا قناة جميلة جدا اسمها قناة مغربية في فرنسا، اسمها نزهة. اختي نزهة من المغرب بس عايشة في فرنسا، وكان عندها قناة قبل ديت كان اسمها نزهة الشعدوني، وللأسف قناتها بعد ما بدأت تكبر اتسرقت، وبدأت عملت القناة التانية ديت، ويعني هي لسه في الأول، فمحتاجة منكم دعم ومساعدة. هي بتعمل حاجات جميلة قوي، حلويات وأكلات مغربية. دي القناة بتاعتها، ان شاء الله اسيب لكم الرابط في صندوق الوصف. دي الفيديوهات بتاعتها. قناة متنوعة وجميلة جدا، صدقوني هتستفيدوا منها قوي. مش عارفة النت عندي فيه مشكلة تقريبا، لا هو اشتغل. صدقوني القناة عندها حلوة قوي، وهتفهموا كلامها وهتفهموا لهجتها لانها واضحة، ويعني بتتكلم بطريقة مبسطة وواضحة جدا. ارجو ان انتوا، ارجوكم يعني، انا اول مرة ارجوكم في حاجة، يا ريت ان انتوا تدخلوا عندها وتشتركوا وتعلقوا لها ويعني تشاركوها، علشان هي زعلانة جدا على قناتها اللي اتسرقت منها. فياريت كلنا نقف جنبها ونساعدها. هسيب لكم رابط القناة في صندوق الوصف. وشكرا لكم، وطبعا ده فضلا وليس امرا ان انتوا تساعدوها وتشتركوا عندها وتتفرجوا على فيديوهاتها، ان شاء الله هتستفيدوا. اشكركم جدا. يلا نشوف الفيديو بتاعنا، هنبدأ الفيديو ان شاء الله. اتفضلوا معايا. بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بكم في قناة كل يوم بداية جديدة. النهاردة معانا فيديو كده خفيف. لو عندك لحمة مسلوقة ومش عارفة تعملي ايه اكل منها، فانا هقولك على طريقة حلوة قوي وفي حلة واحدة. فاكرين اللحمة اللي كنت سلقتها معاكم يوم ما عملت البامية؟ انا كنت حطاها في الفريزر حتى هي لسه هي بتفك. بصوا لسه فيها حتى تلج كده اهي. كنت حطيتها في علبة وحطيتها في الفريزر، طلعتها مش عارفة اعمل اكل ايه، فهعملها برز بسمتي زي الكبسة كده. محضرة بصلة هي مفرومة هحطها، وادي سمنة هنا اهي. هنشوف مع بعض هنعمل ايه. اكله جميله جدا وطعمها حلو قوي وشبيهه بالكبسه السعودي، بس هي طبعا مش الاصليه، بس اكله حلوه قوي وانا بعملها كده في الطوارئ لما اكون مستعجله. هنا انا غسلت كوبايه رز بسمتي ونقعتها شويه اهي، عبال ما اشوح اللحمه مع البصله مع التوابل، وهنشوف مع بعض دلوقتي هنعمل ايه. ورجعت لكم بعد ما السمنه ساحت. هنزل بالبصله المفرومه اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. كنت مغطيه النار عليها، اعلي النار. النار اتطفت اصلا. اعلي النار، انزل البصله وبعدين اشوحها شويه، بعدين احط اللحمه بتاعتي. انا صفيتها من الشوربه عشان الشوربه هنحطها على قد المقدار بتاع الرز. هنشوح البصله شويه، ندبلها، مش هنديها لون بس ندبلها شويه. هدبلها وارجع لكم عشان الفيديو ما يطولش. هحط مكعب مرقه مع البصله كده يفك ويسيح معاها. تمام. قبل ما انزل اللحمه، وهخلي بالي ان الشوربه بتاعتي فيها ملح، بس طبعا مش مالحه قوي، فالملح اللي هنحطه هنظبطه بكميه بسيطه علشان ما الاكله ما تطلعش معانا حادقه قوي. هنزل بقى باللحمه بتاعتي. بصوا انا مقطعاها قطع صغيره، هنزل بيها كلها اهي. ده حوالي نص كيلو لحمه مسلوقه، يعني مستويه، فمش هتاخد معانا وقت في هو يدوب وقت تسويه الرز. انا اهو بشوح اللحمه مع البصله. هبتدي بقى احط التوابل بتاعتي. اول حاجه احطها فلفل اسود، تمام، وبعدين هحط بهارات الكبسه، تمام،
انا هفتحها، احط منها شويه كده. هي مش حراقه على فكره، في بهارات كبسه بتبقى حاميه جدا. تمام كده. هحط شويه كركم، معلقه كده اهو، عشان يدي لون حلو كده للرز. انا عندي اصلا الرز البسمتي ذهبي. هحط شويه بهارات بهارات مشكله، اللي هي بهارات اللحمه، زي السبع بهارات كده. احط شويه. الاكله دي بتحتاج شويه بهارات عشان يبقى طعمها حلو قوي. هحط جوز الطيب، حاجه بسيطه، رشه كده خفيفه بس. وهحط معايا الليمون المجفف اهو، اللي هو اللومي. هحط واحده، ممكن احط واحده كمان صغيره. وكمان هحط القرفه الخشب، بس ثواني لاني نسيت اطلعها. هحط كمان عود قرفه خشب اهو. تمام كده. اللي بيحب يحط شطه ممكن يحط شطه، بس انا مش بحب الشطه الحقيقه اهو. وهنزل بالشوربه بتاعتي. هي يفضل ان الشوربه تكون سخنه، بس انا صراحه ما سخنتهاش. هنزل بكوبايتين من الشوربه، عشان انا عامله كوبايه رز بسمتي. هنزل بكوبايتين. هي اللحمه مستويه، فالشوربه البارده مش هتاثر عليها. طبعا كوبايه الرز البسمتي انا عامله كوبايه من دي رز بسمتي ونقعاها. الكوبايه الواحده بتاخد كوبايتين سائل او كوبايتين ميه. هصفي الرز عبال ما الميه عبال ما الشوربه تغلي هصفي الرز وارجع لكم. انا صفيت خلاص الرز. الشوربه لسه هتغلي اهي، بس انا عايزه اظبط الملح بتاعها. فهدوق كده. بسم الله. هي عايزه شويه ملح، حاجه بسيطه قوي، عشان هي اصلا الشوربه كان فيها ملح. وكمان حطينا مكعب المرقه بيبقى برضو ايه مملح. احط شويه ملح بسيط كده كويس. هقلب الملح وهسيبها تغلي. لو انت عايزه تعملي الاكله دي واللحمه عندك مش مسلوقه او مش مستويه، بتعملي نفس الحاجات ديت، يعني البصله وتشوحي فيها اللحمه وهي نيه، وتحطي عليها التوابل وكل حاجه، وتحطي لها ميه سخنه من الكتل. تخلي الشوربه بقى في الاخر. انت ممكن هيكون ما عندكيش شوربه، او لو عندك شوربه في الفريزر ولا حاجه شايلاها. المهم هتحطي ميه سخنه من الكتل، وتفضلي تزودي في الميه كل ما تنقص، عبال ما اللحمه تستوي خالص بتاعتك، وتبقى خلاص ما فيش حاجه غير هي اللحمه والبصله والتوابل بس. هتكوني معايره الرز بتاعك، وتعايري الميه بتاعت الرز، او لو عندك شوربه في الفريزر مثلا هتستخدميها، وتعملي بقى كده كأن خلاص اللحمه استوت وحطيتي المرقه خلاص بقى. وهننزل دلوقتي بالرز بتاعنا بعد ما الشوربه غليت اهي، بدأت تغلي اهي زي ما انتم شايفين. هنزل بالرز البسمتي بتاعي. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. اكله جميله جدا وطعمها تحفه، وكل واحد ياخد طبقه وخلاص. ممكن تعملي جنبها شويه سلطه خضراء والله، وساعات ما بتبقاش محتاجه جنبها حاجه، لان هي طعمها التوابل اللي فيها وطعمها تحفه كده بقى اهي. انا هسيبها بقى على نفس النار العاليه دي. هجيب الغطا اهي، هسيبها على النار العاليه دي لحد ما تتشرب. هقلبها بس مرتين كده، ولما تتشرب هحط الصاجه واوطي النار على الاخر، وهنشوف مع بعض دلوقتي. وطبعا عبال ما الرز يتشرب هغسل الحاجات اللي طلعت دي، وزي ما اتفقنا احنا بنغسل كل حاجه تطلع منا واحنا بنعمل الاكل علشان ما نكومش مواعين. طبعا انا اتكوموا دول بس عشان انا بصور، لكن انا لما ببقى لوحدي عبال ما احط الحاجه اروح غسلها وشايله، احط الحاجه اروح غسلها وشايله ثواني. فانا طبعا عشان بصور مش عايزه اطول الفيديو واوقف كل شويه، فعشان كده اتكوموا شويه. هم عموما مجين وطبق وبتاعه البصل
وخلاص وبتاعه الرز وخلصنا. فانا هغسلهم عبال ما الرز يتشرب. بصوا خلاص الرز اتشربت الميه اهي. هو كل ده كان على نار عاليه وانا كنت بقلبه، مش عايزينه بقى يتحرق من تحت. هطفي بقى النار العاليه ديت، وزي ما انتم شايفين كده انا ولعت نار هاديه جدا جدا على اقل درجه، مش عارفه انتم شايفينها ولا لا. واحط الصاجه بتاعتي واحط الرز عليها، نار هاديه جدا زي بتسوي الرز العادي، وهسيبها كده. تمام. بصوا نحط المعلقه على بتاعه المعلقه دي عشان معالق الاكل، عشان الرخامه بتاعتك ما تتوسخش. دي برضو حاجه من الحاجات اللي بتخلي مطبخك نظيف ورايق واحنا بنطبخ. اغطي على الرز. تمام. بصوا هنا عايزه اوريكم خلصت انا الاكل اهو، مفيش غير المعلقه بتاعه الاكل، المواعين مغسوله، مفيش اي حاجه. الحوض بس هنضفه مكان البصل والحاجات دي، وخلاص كده انا حاجتي مطبخي نضيف. دلوقتي هعمل تتبيله السلطه اهي. بصوا انا بحط السلطه، بعمل كميه سلطه وبحطها في علبه في التلاجة من غير ما اتبلها. بتفضل معايا ممكن 3-4 ايام، اسحب منها علشان تبقى لي سهله، ما كسلش ان انا اعمل سلطه. دي عباره عن طماطم وخيار وخس الكابوتشا. هنا انا عصرت ليمون، هبتدي احط عليه الاضافات بتاعه السلطه. هحط زيت ذرة مش كتير، او زيت زيتون ممكن لو عندك زيت زيتون. انا عندي بس يعني مش بستسيغه قوي، مش بهواه قوي. هحط شوية زيت ذرة كده، واحط نقطتين خل. دي كانت عصير ليمونة واحدة، هحط نقطتين خل. هحط ملح، تمام، وهحط كمون كده، وهجيب كمان شوية نعناع ناشف احطهم عليه. هحط شوية نعناع اهو. تمام كده. وخلاص هقلب بقى الخلطة ديت اهو، اقلبها كده حلو. بس انا مش عارفه، انا مستكتراها على شويه السلطه، هما دول اخر حبه سلطه، فانا هحط كده بالمعلقه عشان ما اكترش، ادوب بس الملح كويس اهو. الرز ان شاء الله قدامه مثلا ربع ساعه ولا حاجه، او نص ساعه بالكتير. انا هستكفى كده واقلب السلطه بتاعتي. تمام. احطها بقى في طبق تقديم. وكمان معايا هنا مخلل مشكل، ده كان من السوبر ماركت، فهحط منه برضو شوية كده على قدي في طبق صغير. وهنشوف بعد الرز ما يستوي هنقدم اكلنا ازاي. وكده انا حطيت السلطة في البولة هنا اهي، وطلعت شوية مخلل صغيرين على قدي علشان ما نبهدلش بقية المخلل ما يبص مننا. طبعا زي ما انتم شايفين احنا حاطينه في علبة. دي بقيت التتبيلة بتاعت السلطة، طبعا مش هرميها حرام، فهحطها في برطمان صغير، ده برطمان نسكافيه. هحطها في برطمان صغير كده واخليها للمرة الجاية. وممكن تعملي كمية دريسنج من دي كاملة، مثلا نص برطمان كده، وتحطيها في التلاجة، وكل مرة تطلعي تحطي على السلطة. بس انا ما كنتش عامله كده من يوم ما عملت، يعني ما كنتش عامله علبه كبيره، فما عملتش دريسنج كتير، كنت عامله علبه صغيره يا دوب كلنا منها مرتين، ودي المره التالتة. صدقوني السلطه بتفضل زي ما هي، وفايدتها فيها طالما ما تحطش عليها الملح والخل والليمون والحاجات دي. خلاص الرز قرب يستوي، هنغرف الرز ونشوفه مع بعض. وادي حبايبي الرز بعد ما استوى، بصوا جميل قد ايه ومفرفر وسايب من بعضه، معلش البخار والكاميرا. هبتدي بقى اشيل الليمون اهو عشان ما يطلعلناش بقى في الاكل، واشيل القرفه اهي، وهشيل الليمونه التانية، انا حاطه 2. بسم الله. اين انتي؟ اهي. انا اسفه جدا من البخار اهو.
اهي الليمونه التانية كده. خلاص انا هبتدي اغرف وهوريكم في النهايه. وده كان غدانا النهارده اهو، الرز البسمتي باللحمه بتوابل الكبسه، وادي السلطه الخضراء بتاعتنا، وادي المخلل على قدي طبعا، ما تتريقوش على الكميه، باخد حبه صغيرين عشان الضغط، عشان المخلل طبعا كله ملح فبيرفع الضغط. وادي بقيه التتبيله بتاعه السلطه، هحطها في التلاجة واستخدمها مره تانية. يا رب يكون الفيديو بتاعي النهارده مفيد، تجربوا الطريقه دي بجد هتعجبكم قوي، سواء كانت اللحمه مستويه او نيه، جربوها هتعجبكم جدا. واعملوا كميه بسيطه الاول، طعمها وريحتها حلوه قوي وسهله وفي حله واحده ومفيش مواعين كتير، وهتعجبكم ان شاء الله. ارجو ان انتوا تكونوا استفدتوا. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لي لايك، ما تنسوش تروحوا لقناه حبيبتي واختي نزهة الشعدوني، قناه مغربيه في فرنسا، ارجوكم ساعدوها، وهسيب لكم اللينك بتاعها في صندوق الوصف. واشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.